عندي قريب صغير عنده حوالي 8 سنين، بس دماغه مش طبيعية. تحسه سابق سنه، بس في الاتجاه العكسي. يعني ذكي، بس في قرف الأعصاب. كنا قاعدين في لمة كده في العيد، وهو قاعد بيخلص طبق بسبوسة لوحده. عمه قال له: مش ناوي توقف أكل ولا إيه؟ رد عليه بمنتهى الثبات: لما تخلصوا مراقبة هفكر أوقف. الكل ضحك، وعمه اتخرس. بعدها جدته قالت له: تعال ساعدني في المطبخ يا بطل. قالها: أنا تخصص كوارث، لو المطبخ ولع ابقي ناديني. ساعتها أنا دخلت أضحك وقلت له: تعرف الساعة كام؟ قال لي: الساعة دلوقتي وقت إنك تسيبني في حالي. قلت له: بتحب المدرسة؟ قال: جدا، وأنا نايم. قلت له: طب سؤال، لو معاك 7 تفاحات وكلت منهم 2 فاضل كام؟ قال لي بثقة: فاضل عصير تفاح. وفي الآخر وهو ماشي قال لي: أنا لما أكبر مش هبقى زيك. سألته: ليه؟ قال: عشان أنا مش غبي. وسابني واقف بفكر، هو عنده 6 سنين ولا إحنا اللي عندنا 6 عقول ضايعين؟